السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، وبنكمل مع بعض محتوى الويب دبلومة. لسه برضو عايزين نكمل مع بعض محتوى ال CSS. احنا كنا قلنا في المرات اللي فاتت إن ال CSS أقدر أكتبه جوه العنصر نفسه، فبقول له كده جوه العنصر ستايل يساوي وأكتب التنسيقات اللي أنا عايزها. وكنا قلنا ان في طريقة تانية ان انا جوه تاج الهيد اقدر اكتب تاج ستايل، وبعد كده ابتدي اكتب جوه تاج ستايل السي اس اس اللي انا عايزه. كذلك قلنا ان الطريقة التالتة في ملف خارجي. لو انا عايز اعمل السي اس اس في ملف خارجي امتداده يكون سي اس اس، وعندي ملف ال HTML بتاعي، لازم اربط الاتنين ببعض عشان اقول له ان التنسيقات دي بيتم تطبيقها على صفحة ال HTML دي، فكنت بربط ما بينهم عن طريق تاج اللينك. جميل، كل ده اللي احنا قلناه. السؤال بقى هو دلوقتي انت لما كنت عايز تنسق الديف كنت بتحط جواه ستايل، لما كنت عايز تنسق الانبوت كنت بتحط جواه ستايل، لما كنت عايز تنسق الايمج كنت بتحط جواه ستايل. يعني كل عنصر عايز تنسقه بتحط جواه ستايل. طب هو انا دلوقتي لما كتبت كلمة ستايل او تاج ستايل في الهيد، او كتبت السي اس اس بتاعي في ملف خارجي، يا ترى السي اس اس ده هيتم تطبيقه على انهي عنصر؟ انا عندي دلوقتي ديف وانبوت وايمج وباراجراف. طب يا ترى الستايل اللي انا كتبته ده بيتطبق على مين؟ هي دي بقى المشكلة بتاعتنا. علشان كده لو انت قررت انك تكتب السي اس اس بتاعك جوه تاج الهيد او في ملف خارجي، هنعرف برضو في فيديو قادم ان شاء الله اني طريقة افضل في التلاتة استخدمها وامتى استخدم كل طريقة. لكن انا عايز اعرف دلوقتي لو كتبت بقى التنسيقات بتاعتي بالمنظر ده او بالمنظر ده، عايز اعرف ازاي اقول ان التنسيقات دي بتاعت عنصر ال HTML الفلاني. طيب ازاي اعمل ده؟ اولا لازم تسلكت العنصر اللي عايز تديله التنسيقات. يعني انت هنا ما كنتش بتسلكت لان انت هنا بتحط التنسيقات مباشرة، ولكن في الطريقة دي والطريقة دي لازم الاول اختار عنصر ال HTML اللي انا عايز اديله التنسيقات وعايز اكتبه. طيب الاختيار ده بيتم ازاي؟ الاختيار ده بيتم بثلاث طرق. يعني انا عندي ثلاث طرق في 3 ways to select HTML element. يعني عندك ثلاث طرق تختار بيهم عنصر ال HTML. ايه هم الثلاث طرق بقى؟ اول طريقة هنتكلم عليها النهاردة وهي طريقة ال ID. يعني ايه ID؟ ID اختصار لكلمة identifier. ID اختصار لكلمة identifier. يعني ايه identifier؟ identifier معناه معرف. لو انت عايز تختار عنصر، يعني لو انا عندي كده div وعندي اهو /div وعندي هنا مثلا paragraph وعندي هنا /paragraph، وعايز ادي لده تنسيقات وعايز ادي لده تنسيقات. فالطريقة الأولى عشان تختار العنصر ده بروح أديله معرف، أروح أديله ID، أقول له كده ID، بعد كده يساوي، بعد كده ما بين علامات التنصيص بتاعتي اديله الاسم اللي انت عايزه. سمي العنصر الاسم اللي انت عايزه، وليكن مثلا سميته container مثلا. عايز ادي تنسيقات للباراجراف، هروح اقول له كده ID يساوي، واجي اقول له هنا مثلا content محتوى. طب خلاص انا كده العناصر بتاعت ال HTML بتاعتي اديت لها ID. ازاي اقدر اروح في الستايل بالمنظر ده او في الصفحة ال CSS اللي هي الخارجية ادي بقى التنسيقات لل ID ده او لل ID ده؟ طيب الموضوع سهل وبسيط قوي. لو انا جوه الستايل، لو انا جوه التاج بتاع الستايل هعمل كده. لو انت اخترت الاليمنت او العنصر بتاعك عن طريق الاي دي وانت سميته اسم، هاجي اروح عامل كده علامة هاشتاج. هاشتاج دي بتدل على ايه؟ بتدل على ان انت بتختار العنصر عن طريق الاي دي. يعني دور جوه الاليمنت بتاعت ال HTML على الاي دي، واروح رايح قايل له اسم الاي دي بتاعي container. بعد كده هعمل curly braces بالمنظر ده، واكتب هنا التنسيقات بتاعه ال CSS اللي احنا برضو لسه لغاية دلوقتي ما اتعلمناش ازاي نكتبها. يبقى كده التنسيقات اللي انت هتكتبها هنا
تعود على عنصر الاي دي اللي اسمه كونتينر. لو انا عايز ادي الباراجراف، هاجي هنا بعد ما قفلت القوس واروح عامل نفس الكلام هاشتاج، واروح رايح قايل له كده content، وافتح البريسز بتاعتي او الاقواس بتاعتي، واكتب هنا برضو نفس الكلام السي اس اس language، لغة السي اس اس اللي انت عايز تكتبها او التنسيقات اللي انت عايز تكتبها. يبقى لو انت عايز تختار عنصر، في اول طريقة الاي دي، روح اكتب اي دي جوه العنصر واكتب الاسم اللي انت عايزه، سمي العنصر بالاسم اللي انت عايزه، بس الاسم اللي انت هتسميه هو الاسم اللي انت هتنده عليه جوه تاج الستايل او جوه الصفحة الخارجية. يعني لو انا في الصفحة الخارجية هنا هكتب برضو نفس الكلام ده، هاشتاج كونتينر، هاشتاج كونتنت، وابتدي ان انا ادي التنسيقات بتاعتي. وبكده نكون وصلنا لنهاية السيشن بتاعتنا النهاردة. لو في حد عنده أي سؤال ما تترددش أبدا في إنك تكتب السؤال بتاعك في الكومنتس، وأنا هكون موجود دايما عشان أجاوب على كل أسئلتكم. شكرا جدا ليكم. كنت أنا معاكم أمير فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.